السلام عليكم. معنا عمر شاطوك ابن هنا تاع قدماء بازول. غدا او الاستاذ عمر، غدا ستكون مقابله قويه تجمع ما بين الفريق البرتغالي والفريق الشقيق هو الفريق المغربي. شكون الفريق اللي تشجعوا غدا وشكون الفريق اللي تشوفوا قادر باش يفوز غدا بالمقابله؟ السلام عليكم. بادئا ببدء، طبعا هي المباراة راح تكون صعبة وراح تلعب ممكن على يعني حسب التحليل الشخصي تاعي ممكن على جزئيات صغيرة. كي شفنا المنتخب المغربي يعني كان بمستوى عالي يعني مع المنتخب السابق يعني بالنسبة للمقابلة تاع الغد ان شاء الله احنا رانا مع المنتخب المغربي راح نشجعوا، بس صح المقابلة ما راحش تكون سهلة، راح تكون صعبة بطبيعة الحال، تلعب على جزئيات صغيرة. شفنا مستوى عالي بالنسبه للمنتخب البرتغالي اللي فاز يعني بنتيجه تاريخيه 6-1. هذه راح تحفزهم اكثر، وراح نشوفوا منتخب مغربي اكيد هو طموح مشروع. هي الاهداف تاع المدرب الركراكي بطبيعه الحال راهو حقه، دوك راهو في الدور ربع النهائي، نتيجه تاريخيه راح يحاول يحافظ عليها، والطموح مشروع بطبيعه الحال. بالنسبه لمباراه الغد ان شاء الله رانا مع المنتخب المغربي بطبيعه. بالنسبه للنهائي مع يعني كره القدم الحديثه، يعني صعب انه الانسان يتكهن بمباراه النهائي، خاصه في المفاجات اللي حدثت في المونديال هذا بالنسبه للمنتخب مثلا الارجنتيني السعودي او منتخبات اخرى، لكن يمكن انه نرشح شخصيا المنتخب الارجنتيني بدرجه كبيره والمنتخب الفرنسي، والكل يعلم يعني طبيعه يعني المستوى اللي ابان عليه كلا المنتخبين، خاصه ان يعني ما نساوش بالبرغوث الارجنتيني ميسي، يعني الهدف الطموح الاول تاعو هو بالرغم من الكره الذهبيه الست اللي حققها ولا اي حاجه، راح يبقى الطموح المشروع نتاعو كاس العالم، يعني حتى انه يصنع التاريخ تاعو. هذا من جهه. وبالنسبه للمنتخب الفرنسي عنده عناصر مهمه، يعني عناصر ابانت على المستوى عالي مثل مبابي كما شفناه. دونك هو بالنسبه لي كريستيانو رونالدو يريد الفوز باللقب. كريستيانو رونالدو باللقب يعني هو نفسيا، انا على حساب رايي نتاعي الشخصي، هو مستوى يعني نفسيا راهو محطم، يعني حتى الصحافه لا رحمته الصحافه، المشجعين رحموه، يعني هنا هذا ياثر بشكل كبير. وشفنا حتى انه في المباراه الاخيره راهو دخل يعني في الشوط الثاني، وحتى في الخروج الزملاء نتاعو كانوا يعني تبادلوا التحايا مع المشجعين نتاعو، في حين هو غادر ارضيه الميدان، يعني كان غاضب بالرغم من النفي نتاع يعني الاتحاد البرتغالي لكره القدم. المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرتغالي بثلاثيه تاريخيه، هدفين من امضاء الخيري عبد الرزاق وهدف ميري عبد الكريم كريمو، ثلاثيه مقابل واحد في 86. اليوم 36 سنه الفريق يعاد التاريخ. وشوف ان شاء الله واش تعطي كلمه للمشجعين المغاربه والمنتخب المغربي؟ يعني هي نتيجه تاريخيه اكيد راح يحافظ عليها، وهما بطبيعه الحال راهم على بالهم يعني بالنتيجه التاريخيه هذه، وما راح يحافظوا عليه كما سبق وقلت. هي يعني منتخب مغربي يعني ترشح، واول منتخب عربي يبلغ الدور ربع النهائي، هو راح يحافظ على الطموح المشروع نتاعو ويروح بعيد. ما راحش يشوف دوك، ما بقاتش بالنسبه للمنتخب المغربي هذا فريق كبير هذا فريق صغير. كره القدم الحديثه ما بقاتش برتغال، ما بقاتش فرنسا، ما بقاتش ارجنتين، اسبانيا. رانا شفنا المقابله نتاع اسبانيا كيفاش غادر يعني مستوى يعني هزيل جدا. المنتخب المغربي بالنسبه للمنتخب البرتغالي راح يحافظ على النتيجه وراح تكون مقابله كبيره، وحنا رانا خوا منتخب مغربي قبل كل شيء، بغض النظر على يعني بارك الله فيك استاذ. العفو. كلام جميل يعني في حق يعني الاخوه المغاربه، نتمنى لهم كل الخير، ونتمنى ان شاء الله يوصلوا للنصف النهائي ولما لا النهائي بطبيعه الحال. هو الطموح مشروع كما سبق وقلت. دونك ان شاء الله راهو في مقابله راح تكون قويه، راح ينسادوا المنتخب المغربي باعتبارنا عرب يعني بدرجه اولى، وحتى انه المستوى ما بقاش يعني عاطفيا، ما راناش راح نساعدوا بغض النظر على العاطفه عن الانتماء المغاربي نتاعنا بشكل عام، وما راحش يكون يعني التشجيع نتاعنا عاطفيا كما السابق، يعني الاتجاه التقليدي هذاك نتاعنا مغربي دونك راني نشجع المنتخب. لا رانا شفنا مستوى منتخب مغربي يعني مستوى عالي جدا، يقدر ينافس كبرى المنتخبات الافريقيه او العالميه بشكل عام. الكفه ان شاء الله تكون للمنتخب المغربي، ويكون يزيد يروح لدور اخر ان شاء الله في المونديال هذا، مع كما نقولوا احنا المنتخب يعني الشخصي. الترشيح نتاعي بالنسبه للفريقين الذين سيلعبان النهائي هما راح يكون يعني منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بدرجه كبيره يعني شخصيا. الفريق الفرنسي ولا الارجنتيني ماشي البرتغال، الفرنسي والارجنتيني. نعم يعني الفريق الارجنتيني في النهائي يفوز باللقب. نشوف الارجنتيني ولا المنتخب الفرنسي لاول مره في التاريخ كاس العالم
كاس العالم، لانه ميسي هو الهدف الاسمى نتاعو الاساسي هو نتاعو تحقيق بطوله كاس العالم. يعني حتى يبقى يعني الاجيال اللاحقه ان شاء الله تبقى تقارن، تجوز المقارنه بين مارادونا وميسي. يعني يبقى ديما كاين عنصر مركب نقص عند الارجنتين، البرغوث الارجنتيني ميسي، بحكم انه ما حققش اللقب العالمي، يعني اللي هو كبرى البطولات العالميه ان شاء الله. بارك الله فيك وفيك البركه ان شاء الله. يعطيك الصحه ونخليك تكمل المقابله. بارك الله فيك. ربي يجازيك. السلام عليكم. معنا المايسترو رياض فريخ، اللاعب السابق لشباب الوزداد والمنتخب الوطني وعده فرق. رانا في اجواء المونديال. غدا مقابله الفريق المغربي ضد الفريق البرتغالي. شكون ترشح للفوز غدا؟ السلام عليكم. اولا على حسب المعطيات اللي كاين في اللقاء انا نرشح الفريق البرتغالي. والفريق اللي تشجعه؟ تشجع الفريق المغربي ولا الفريق البرتغالي؟ نشجع بطبيعه الحال كعربي كمسلم نشجع الفريق المغربي. من هما الفريقين اللذان ترشحونهم للنهائي والفريق الفائز الذي سيفوز بالنهائي حسب معرفتك والخبره اللي تملكها؟ انا ارشح الفريق الفرنسي والفريق البرازيلي، وارشح بدون شك الفريق الفرنسي. السلام عليكم. خويا رشيد عبد العزيز، لاعب سابق في شباب الطاهر وشبيب جيج، واحد اصغر اللاعبين في البطوله الوطنيه لسنه 1972-73. اليوم رانا في ملعب بازول، جينا باش نشوفوا الاجواء حول كاس العالم، وخاصه المقابله التي ستجري غدا ما بين الفريق المغربي والفريق البرتغالي. من ترشح للفوز غدا؟ والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كعرب وكمسلمين وجار للمغرب احنا نساندوا يعني بكل قوة الفريق المغربي، إلا أن أظن بأن الفريق البرتغالي أقوى. أنا أرشح البرتغال إلى النصف النهائي. فيما يخص المقابلة النهائية، من هما الفريقين اللذان ترشحونهم للوصول إلى النهائي والفريق الذي سيفوز بالنهائي؟ أنا والله أظن بين فرنسا والبرتغال. ومن ترشح الفوز باللقب؟ البرتغال إن شاء الله، لأن كريستيانو هذه هي فرصته الأخيرة. السلام عليكم. معنا أحد الحراس الممتازين وأحد أبرز الحراس اللي مروا على شباب الطاهر، كريم ربيعي، اللي فاز بكأس الجمهورية مع جامعة سطيف سنة 1994. اليوم نحن مع أجواء المونديال، وخاصة المقابلة التي ستجري غدا على الساعة 4 ما بين فريق المغربي الفريق الشقيق والفريق البرتغالي. كيف تشوف المقابلة ومن ترشح للفوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر جيجل تيفي على هذا الاستضافة. أنا بودي أهنئ أشقائنا المغاربة على الفوز ضد إسبانيا والذهاب إلى ربع النهائي. أنا بدوري يعني نرى المقابلة صعبة، لكن أرشح يعني المغرب، لأن المغرب اكتسب ثقة كبيرة يعني عند فوزه على إسبانيا، ونتمنى يدخلوا بعقلية الفوز وما يستصغروش رواحهم، لأنه فريق كبير وممتاز. أنا أرشح المغرب. من ترشح للنهائي؟ الفريقين الذي سينشطان النهائي، ومن سيفوز بالنهائي حسب رأيك؟ حسب رأيي أنا أرشح يعني البرازيل اللي يفوز بهذه البطولة، وأرشح يعني المقابلة النهائية تكون بين البرازيل وفرنسا. السلام عليكم. معنا بوزلاق محمد رشيد، أحد أحسن اللاعبين وسط الميدان الذين أنجبتهم مدينة الطاهر والشرق الجزائري، ولعب لشباب الطاهر أمل الشقفة الحمامات بولاية بسة. غدا ستكون مقابلة كبيرة وساخنة وحامية ما بين فريق البرتغالي والفريق الشقيق والفريق المغربي. كيف ترى المقابلة ومن ترشح للفوز؟ أرشح المنتخب المغربي بحكم اللغة والدين. أنا نرشح المنتخب العربي، الفريق المغربي للفوز. نرشحه للفوز. بالنسبة للنهائي، شكون تشوف اللي راح ينشط النهائي هذا النهائي؟ التوبي اللي عجبوني المنتخب البرازيلي والمنتخب الانجلترا. هما اللي رشحوهم للنهائي. وشكون الفريق الذي تراه قادرا على الفوز بهذا النهائي؟ المنتخب البرازيلي. السلام عليكم. معنا بوسقوق،
بوعلام نائب رئيس فريق بازول وأستاذ موظف في التعليم. غدا كأس العالم تجرى مقابلة قوية ما بين فريق عربي هو الفريق المغربي الشقيق والفريق البرتغالي. من هو الفريق الذي تشجعه والذي سيفوز بالمقابلة في نظرك؟ حاليا أشجع الفريق المغربي. فرحنا بالمستوى الباهر اللي فات، ولكن المقابلة حاليا تاع الغد تكون صعيبة نعطيهم كما نقولوا 50-50 لفريق المغرب وفريق البرتغال، ولكن ان شاء الله نتمنوا فريقنا الشقيق يفوز، المغربي يفوز بالمقابله. وثانيا الفريق العربي الوحيد اللي بقى، وساندوه حتى اللحظه، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله المقابلات تكون بامتياز وبروح رياضيه عاليه، ومقابله تكون شيقه ان شاء الله. السؤال الاخير نطرح عليه، من هما الفريقين اللذان تراهما قادرين على الوصول الى النهائي؟ دروك المستوى كلش ممكن، في نظري كلش ممكن. كاين حاليا البرازيل وفرنسا، ولكن كلش ممكن في كرة القدم. كرواتيا خلاف حاليا ما بدها وصلت. من هو الفريق اللي ترشحوا بيفوز باللقب العالمي؟ البرازيل. السلام عليكم. معنا احد الشبان تاع الرجله بوشناق لقمان. غدا المقابله قويه ستجمع بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الشقيق المغربي. من هو الفريق اللي تشجعوا غدا؟ بالتاكيد راح نكونوا مع اخواننا المغاربه، نتمنوا لهم الفوز في هذه المقابله والتاهل للدور القادم ان شاء الله. وبالنسبه للنهائي، شكون الفريقين اللي تشوفهم قادرين باش يوصلوا للنهائي؟ ممكن فرنسا لو فازت على المنتخب لا رشح لي فريقين اللي تشوفهم في النهائي بدون عاطفه. ممكن فرنسا البرازيل. وشكون الفريق اللي تشوفه قادر باش يفوز باللقب العالمي؟ فرنسا ولا البرازيل؟ السلام عليكم. معنا الزميل تاعنا نبيل وليد بازول هنايا، مصرح جمركي، اطار في سونال غاز. غدا ستكون مقابله قويه بين الفريق المغربي والفريق البرتغالي. شكون اللي ترشح للفوز وهل تشجعوا الفريق اللي تشجعوا؟ السلام عليكم. بطبيعه الحال نشجع الفريق المغربي، نساندوا الفريق المغربي وان شاء الله ماذا بينا يفوز يربح. معنا واحد من المدافعين الذين صنعوا افراح مدينه الشقفه، نوري بوربيع الذي حقق الصعود التاريخي لامال الشقفه موسم 1987 في 88. غدا ستكون مقابله ساخنه ناريه بمناسبه كاس العالم ما بين الفريق الشقيق الفريق المغربي والفريق البرتغالي. ما هو الفريق الذي تشجعه من ترشح للفوز؟ نتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي بالفوز ان شاء الله. وكما ذكر حنا ندعموا، حنا رانا مسلمين ورانا عرب ورانا اخوه، ندعموا المغرب العربي. النهائي، من هو الفريق اللي ترشحهم يكونوا في النهائي؟ انا راح نرشح الاخر، داير فرنسا برازيل. لا دير لي فريقين اللي ترشحهم تشوفهم قادرين باش يوصلوا النهائي حسب الخبره تاعك في الميادين. الخبره انا مرشح فرنسا والبرازيل. من هو الفريق اللي تشوفه قادر يفوز باللقب العالمي؟ صعيبه شويه هذه، مي رشح البرازيل تشوفه هو اللي قادر بس يفوز باللقب بالذات. معنا مدافع من احسن المدافعين اللي مروا على امل الشقفه في سنوات السبعينات والثمانينات، الملقب ببيكم باور الولايه، بيكم باور الشقفه. كاين غدا مقابله ناريه ستجمع ما بين الفريق المنتخب المغربي الشقيق والمنتخب البرتغالي. من هو الفريق اللي تشجعوا غدا واللي تشوفوا قادر باش يفوز بالدور الربع نهائي؟ في الحقيقه نشجعوا المنتخب المغربي بكل وضوح ضد عربي ومسلم وقدم دوره كبيره في هذا هو يعني. النهائي شكون تشوف الفريقين اللي تشوفهم قادرين باش يوصلوا للنهائي بدون عاطفه؟ برازيل فرنسا. وشكون اللي تشوفوا قادر باش يفوز يعني بالنهائي البرازيل ام فرنسا؟ نحب البرازيل، مي نظن فرنسا.
فرنسا تقدر تفوز باللقب كي نشوف كرة القدم. يعني نفس الانطباعات اللي قدمها اللاعب الدولي فريق نفسها اللي قدمها، يعني عندهم خبره يعني ورياض فريق قال لك باللي يفوز الفريق الفرنسي ومراد قال لك يفوز الفريق الفرنسي. وجه لنا كلمه للفريق المغربي ومشجعي المنتخب المغربي والمغاربه. اخواننا المغاربه، اخواننا المغاربه نتمنى لهم الفوز وعدم الغرور باش ان شاء الله يفرحونا ويوصلوا لاول مره للنصف النهائي، ولما لا يوصلوا النهائي لاول مره. ممكن كان يلعبوا كما اللي بالحراره وما يعياوش بيان سور، بيسك حنا يعني الافريقيين والعرب بصفه عامه ما ناخذوش الدرس ونكملوا المسيره كما ينبغي. نربحوا ماتش خلاص وندير ربحنا ان كوب دي موند كما حدث للمنتخب الوطني عندما فاز على المانيا. بدا الغرور وما زلنا في نفس الغرور، ان شاء الله ما تكررش الامور يعني كامل لي زيكيب افريكان هكذا ماشي. او معنا سي عمار هنا لاعب نتاع امل الشقفه وديما حاضر مع قدماء امل الشقفه. غدا ستكون مقابله ناريه ما بين الفريق العربي هو الممثل الوحيد لافريقيا والممثل العرب والمسلمين ضد المنتخب البرتغالي اللي معاه كريستيانو رونالدو، ولكن احنا عندنا لاعبين كذلك في المنتخب المغربي يقدموا دروس في كرة القدم. الفريق اللي تشجعوا غدا هو شريك في المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية تشجيع لا جدال ولا نقاش فيها، لأننا شعب واحد يربطنا التاريخ والانتماء والجذور وكل الأشياء الجميلة. بطبيعة الحال أنا مع المنتخب المغربي أتمنى الفوز، لكن من الناحية التقنية تكون صعبة. مقابلة بالنسبة كما نشوف أنا متكافئة الفرص ومتوازنة، لأنه لاعبين محترفين يلعبوا على مستوى عالي في المنتخبين، فنعطي 50-50 للفريقين أنا. أما العواطف شيء آخر، أنا مع المنتخب المغربي نتمنى له الفوز ويروح لأبعد نقطة ممكنة إن شاء الله. من هما الفريقين اللذان تراهما وترشحونهما للوصول إلى النهائي؟ حسب الامكانات المتوفره لدى كل المنتخبات ورشح الارجنتين او البرازيل اللي يفوز فيهم في النصف النهائي تكون له الحظوظ الكبرى باش يكون حامل اللقب. واسمك؟ بالوادي. واش من سنه تقرا؟ ثالثه. تبع كره القدم؟ من هو الفريق اللي تشجع؟ دي صفار. لا ماشي هادو تاع الفريق الوطني، ولا شكون تشجع؟ دي الجزائر. شكون اللاعب اللي تحبوه؟ محرز. وعموره تحبوا عموره؟ وشكون اللي ترشح غدوه باش اللي يربح، المنتخب المغربي ولا المنتخب البرتغالي؟ برتغالي. شحال يربحوا؟ 2-0. معنا محمد كبيش احد المشجعين تاع الشقفه ويدير هنا في الرياضه، التقيناه صدفه. غدا سيكون ربع نهائي قوي سيجمع ما بين فريق الشقيق المغربي والفريق البرتغالي. من هو الفريق اللي تشجعوا اللي تشوفوا قادر باش يفوز غدا بالمقابله؟ والله انا نشجع الرياضه، نشجع كره القدم بصفه عامه، اما فيما يخص الترشيح ممكن جدا نرشح البرتغال على اساس النجوم والخبره نعم. فيما يخص اللقاء النهائي شكون ترشح يعني يكونوا في الزوج النهائي، زوج فرق اللي يكونوا في النهائي؟ نرشح الفريق البرازيلي، برازيل وفرنسا. وشكون اللي قادر يفوز باللقب يعني حسب الخبره تاعك؟ حسب ما تبعت مقابله صعبه على كل حال، ولكن تكون الفريق اللي تشوفوا مقابله صعبه جدا، ممكن تلعب على جزئيات بسيطه والكلمه في الاخير تكون لسيليساو البرازيل. طبعا. بارك الله فيك سي محمد، يعطيك. معنا جمال بوتسطة لعب مع عديد الفرق في لاجموس امل الشقفه. غدا ستكون مقابله ناريه ما بين الفريق المغربي والفريق البرتغالي في ربع نهائي ناري. واش الفريق اللي تشجعوا غدا وشكون اللي تشوفوا قادر باش يفوز؟ نشجعوا بين الفريق العربي الاسلامي المغرب بيان سور، وشكون اللي يربح مقابله صعيبه يعني باسكو البرتغال عندهم يعني نديروها 50-50 وحنا نشجعوا المغرب. النهائي شكون اللي تشوف فريقين اللي قادرين باش يوصلوا النهائي؟ كاين صراحه بدون عاطفه. كاين فرنسا والارجنتين. فرنسا والارجنتين شكون اللي يشوفوا قادر باش هذيك 50-50 كيف. خالد واش من سنه؟ ثانيه متوسط. تقرا هنا في الشقفه؟ غدا فريق المنتخب العربي هو المنتخب المغربي الشقيق، منتخب عربي
مسلم راح يواجه فريق اوروبي اللي هو فريق البرتغالي اللي مع كريستيانو رونالدو. شكون الفريق اللي يشجع غدا؟ البرتغال. لماذا شجع الفريق البرتغالي؟ عندها النجوم. عندها النجوم. وعلى ما شجعت الفريق العربي تاعه؟ لان عنده كريستيانو رونالدو عنده النجوم. تسمى انت تشوف باللي الفريق البرتغالي هو اللي راح يفوز. وفي النهائي شكون تشوف اللي راح يوصل النهائي؟ البرازيل والبرتغال. وشكون اللي يفوز بالكاس العالم؟ البرازيل. هاو السراج بوربيع يا اخي، واش من سنه تقرا؟ ثانية ابتدائي. بالنجاح ان شاء الله. غدوه تلعب المغرب والبرتغال، شكون تشجع البرتغال ولا المغرب؟ شكون تحب؟ المغرب. تحب المغرب لانه بلد عربي يا اخي. وشكون في النهايه تشوفوا يدي الكاس؟ شكون يدي الكاس؟ البرازيل ولا الارجنتين ولا المغرب؟ المغرب ان شاء الله. بالك تكون فيها خير ان شاء الله. يعطيك الصحه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هاو معنا الزميل سفيان قوش من عائله رياضيه معروفه على كل حال. قوش راهي رياضيين الموجودين هنا في الميدان. غدا كاينه مقابله راح تجمع فريق عربي مسلم اللي هو المغرب ضد الفريق البرتغالي. شكون الفريق اللي تشجع غدا ونشوفوا قادر باش يفوز؟ بطبيعه الحال نشجعوا جيراننا، نشجعوا الفريق المغربي ان شاء الله، نتمنى له الفوز لانه ادى ان شاء الله باركور مليح، تصدر المجموعه نتاعو وفاز على فريق يعني من اعرق الفرق الاوروبيه اللي هو الاسباني اللي فاز بكاس العالم في 2010. دونك يستاهل ان شاء الله، نتمنى له الفوز ان شاء الله وبالتوفيق. هذه هي. زيد عطينا سؤال اخير، شكون الفريق اللي تشوفهم قادرين باش يوصلوا للنهائي؟ ان شاء الله انا رياضيا ولا فنيا نرشح البرازيل وفرنسا. وشكون اللي تشوفوا يعني فنيا قادر يفوز بهذه الكاس؟ البرازيل. السنة الأولى. جيت هنا تفرج المقابله؟ غدوه تلعب المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي، مع من تضرب؟ مع المغرب ولا مع البرتغال ولا مع المغرب؟ مع المغرب. وشكون الليكيب اللي كيتحبها؟ الليكيب اللي كيتحبها؟ المغرب ان شاء الله ديال تديها صحيت. السلام عليكم. معنا فارس بن عمر من قريه بازول، احد اطارات المدينه هنايا. اليوم رانا في مدينه بازول في اجواء المونديال. غدا ستكون مقابله ناريه ما بين الفريق المغربي والشقيق والفريق البرتغالي. من ترشح ليفوز؟ اول شيء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على ما اظن ارشح الفريق البرتغالي لانه فريق قوي. لكن عاطفيا هل تشجع الفريق المغربي بصفته فريق عربي ومسلم لنا مع عادات وتقاليد؟ نعم ارشح تشجع الفريق المغربي ولكن الفريق البرتغالي اقوى وظروف السياسه مع بدون دخول في هذه الامورات. لكن نطرح لك سؤال اخر، من ترشح للفوز بالنهائي ومنهم الفريقان اللذان سينشطان النهائي في نظرك؟ على ما اظن الفريق البرازيلي فريق قوي جدا، والمنافس يكون الفريق الفرنسي. وترشح الفريق البرازيلي للفوز؟ بارك لأن لديه لاعبين جيدين. بارك الله فيك فارس ويعطيك الصحة. شكرا. بارك الله فيك. مرحبا. السلام عليكم. معنا كحلات محمد، أحد أحسن الأجنحة التي عرفتها مدينة الطاهير والشرق الجزائري، الذي لعب لشباب الطاهير منذ بداية مسيرته الرياضية من السبعينات إلى التسعينات. يعتبر الهداف التاريخي لشباب الطاهير. غدا رانا مع أجواء المونديال. غدا مقابلة الفريق المغربي الشقيق مع المنتخب البرتغالي. شكون اللي تشوفوا قادر باش يفوز وشكون الفريق اللي تشجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب خوتنا سيدي ميزيلمون كيما احنا. انا ما نكذبش عليك نشجع المغرب. الماتش ده صح صعيب. البرتغال فريق قوي يا بن عمي. شفناه مع كوريا الجنوبيه، مع الاخر دارني ماتش ديالو مع لا سويس. فريق قوي يا بن عمي، وبلا رونالدو قوي. بلا هذاك رومبلاسون تاعو بدون نجم هذاك، وهذاك الاحتياط نتاعو مركا ثلاثه اهداف وصغير 23 سنه. نقدرش نقول لك انا نشجع المغرب والحظ 50-50 ما نكذبش عليك. 50%. المقابله النهائيه شكون تشوف اللي قادر باش يوصل للنهائي؟
ما بين الفرق البرازيل، الارجنتين، فرنسا، انجلترا، المغرب، كرواتيا. صعيبه شويه والله، غير مازال ستادير الربع نهائي هذا شويه. لكن يوجد فريقين يعني حسب الخبره تاعك. انا كي نشوف، انا لعبت البالون، انا كي نشوف فرنسا في النهائي، وشكون الفريق اللي يكون معاه في النهائي؟ في النهائي هي ما تطيحش مع البرازيل وهذيك، مي نظن فرنسا والبرازيل. والفريق اللي تشوفه يعني قادر يفوز باللقب كاس العالم، فرنسا ام البرازيل؟ باللعب هذا البرازيل تشوفوا الفريق اللي قادر باش يفوز. مي ثاني فرنسا عندها فريق قوي، ما نكذبش عليك. المقابله ستكون ساخنه. ساخنه يا رشيد حسن، لاعب سابق في جمعيه الطاهر والامير عبد القادر، اليوم او يلعب مع قدماء شباب الطاهر. غدا مقابله قويه ستجمع بين الفريق المغربي الشقيق والمنتخب البرتغالي. من هو الفريق الذي تشجعه؟ من هو الفريق الذي تشوفه قادر باش يفوز غدا بالمقابله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. فيما يخص المقابلة تاع الغد، بغض النظر عن الأمور السياسية والأمور الرياضية، احنا نروحها من الناحية الرياضية. أنا على حسب ما أظن فريق المغرب ما راحش يقاوم بالمقاومة اللي قاومها في المقابلة الأخيرة، وهذا اللي أظن الاسترجاع يكون صعب جدا، وبكل صراحة أرشح فريق البرتغال. والمقابله النهائيه شكون تشوف اللي قادر يوصل النهائي؟ النهائي بدون نقاش وبدون اي يعني خلفيات، الفريق الفرنسي والبرازيلي. وشكون اللي يفوز باللقب؟ بالفريق الفرنسي. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. السلام عليكم. غدا سيكون مقابله ناريه بين المنتخب المغربي الشقيق والمنتخب البرتغالي. شكون الفريق اللي تشجعوا غدوه واللي تشوفوا قادر باش يفوز بالمقابله؟ الفريق المغربي. وتشجع الفريق المغربي؟ نشجع الفريق المغربي. النهائي شكون اللي قادر تشوفوا باللي قادر يوصلوا النهائي؟ الفريقين. نرشح البرازيل. والفريق الثاني اللي يكون معك في النهائي؟ فرنسا. وشكون اللي يفوز؟ البرازيل. يعطيك الصحة. بارك الله. مراد جعفري معروف على كل حال، شارك في راحة أمل الشقفة، بدا في نهاية السبعينات والثمانينات ويلعب على كل حال. غدا مقابلة قوية ستجمع بين الفريق الشقيق المغربي والفريق البرتغالي. من هو الفريق اللي تشجعوا غدا وشكون اللي تشوفوا قادر باش يفوز؟ نشجع الفريق المغربي كما قال لك الاخ جمال، انه وطن عربي وماذا بينا تفوز المغرب. المغرب ان شاء الله يفوز. ان شاء الله على ربي المغرب. والنهائي شكون اللي تشوف قادر باش يوصلوا النهائي الفريقين بدون عاطفه؟ بدون عاطفه فرنسا البرازيل. وشكون اللي يفوز؟ فرنسا. اسم هو معنا يحيى، السنه الاولى متوسط، الله يبارك بالنجاح ان شاء الله. غدا المقابله تجمع بين فريق عربي اسلامي، الفريق المغربي ضد الفريق البرتغالي. شكون الفريق اللي تشجعوا غدا؟ الفريق المغربي ام الفريق البرتغالي؟ الفريق اللي تشجع غدوه الفريق البرتغالي ام الفريق المغربي؟ المغربي. لماذا؟ لانه عربي؟ اسلامي. شكرا. وفي النهايه شكون تشوف الفريقين اللي تشوفهم يعني اقوى في البطوله هذه باش يوصلوا للنهائي؟ فرنسا. وشكون الفريق اللي يكون معه في النهائي؟ كاين البرازيل الارجنتين. خيرنا فريق اخر. ارجنتين. وشكون اللي يفوز، الفريق البرازيلي ولا الارجنتيني في النهائي؟ ارجنتيني. ميسي يرفع الكاس. شكرا، صحيت، يعطيك الصحة. الله يبارك. تحب الشقفة؟ تحب الفريق تاع الشقفة؟ نعم. بزاف؟ وغدوة تلعب البرتغال والمغرب، من اللي تربح؟ المغرب. صحيت. وشكون دي تدي هاد، البرازيل ولا المغرب؟ المغرب. صحيت. السلام عليكم. معنا لاعب حسن العور، من أحسن اللاعبين الذين عرفتهم ولاية جيجل، ولعب لعديد الأندية الجزائرية من بينها شباب قسنطينة، شباب الطاهر، أمل الشقفة، شباب الشحنة، مدرب محضر بدني لحي موسى. غدا رانا مع المونديال، أجواء المونديال، مقابلة قوية وساخنة غدا ستكون على الساعة 4 ما بين الفريق البرتغالي والفريق الشقيق المغربي. من هو الفريق الذي تشجعه وكيف تشوف النتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بالنسبة للمونديال، يعني مونديال قطر أبهرنا بتنظيمه وبنتائجه.
من حيث الجانب الفني والتنظيمي حتى من جانب النتائج. بالنسبة للفريق المغربي بكل صراحة أنا واحد من الناس اللي يشجع الفريق المغربي، لأنه مهما كان يعتبر تشريفه للكرة العربية والإفريقية، هذا من الجانب الأول. من الجانب الثاني المدرب نتاعهم كان عنده حنكة واستطاع أن يقف أمام المنتخب الأقوى من جانب التيكي تاكا. تكهن للمقابلة الجاية، أنا نظن باللي الفريق المغربي ما راحش يروح بتوب الضحية في هذه المقابلة، والركراكي مدرب يعرف قيمة الفريق البرتغالي من جانب الاندفاع البدني، وبالتالي راح يستعمل معه حسب رأيي راح يستعملها بنفس الطريقة اللي استعملها مع الفريق. يعني الفريق المغربي قادر باش يفوز بالتأكيد. أنا ما نقولش فريق شرمية، راح يكون فريق صعب، الندية تكون عندها قيمة في هذا. بالنسبة للنهائي، شكون الفريقين اللي ترشحهم يوصلوا النهائي والفريق الذي سيفوز بالنهائي؟ أنا حسب رأيي ما كانش مفاجأة، راح تكون فرنسا والبرازيل. أنا نرشح الفريق البرازيلي. بارك الله فيك الكوتش حسن ويعطيك الصحة. بارك الله فيك. معنا رياض روابح، أحد لاعبي شباب تسوس، شباب القنار، شباب أمل الشقفة. غدا المقابلة قوية تجمع ما بين الفريق البرتغالي والفريق المغربي، شكون ترشح غدا اللي يفوز بالمقابلة؟ شكون الفريق اللي تشجعه؟ بطبيعة الحال السلام عليكم، نشجع بين ان شاء الله الفريق المغربي الشقيق، وباذن الله تعالى الفوز. النتيجه ممكن 2-1 ولا 1-1 ضربه ترجيح، ويفوز المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ان شاء الله تعالى. والنهائي شكون نشوف النهائي؟ النهائي حسب البرازيل، فرنسا، انجلترا. ممكن ارشح البرازيل فرنسا. برازيل فرنسا، شكون يفوز باللقب؟ المنتخب البرازيلي. السلام عليكم. معنا حمروش شمس الدين لاعب شباب القنار. غدا ستكون مقابلة كبيرة وقوية ستجمع بين المنتخب المغربي الشقيق والمنتخب البرتغالي، شكون الفريق اللي تشجعوا غدا واللي تشوفوا قادر باش يفوز بالمقابلة؟ احنا نرشحوا المنتخب المغربي بطبيعة الحال، لأنهم أشقاؤنا العرب ومسلمين على أي حال، ونشوف المنتخب البرتغالي خصم لا يستهان به مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين مثل لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا وجو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد. النهائي شكون تشوف اللي قادر باش يوصل النهائي؟ الفريقين اللي تشوفهم مرشحين اللي يوصلوا النهائي؟ انا نرشح المنتخب الارجنتيني والمنتخب الانجليزي. وشكون اللي تشوفه قادر يفوز باللقب؟ المنتخب الارجنتيني بطبيعة الحال. معنا الأستاذ السبتي قاوش هنا ويدير في مقابلة، جئناكم صدفة على كل حال. غدا ستكون مقابلة قوية بين الفريق المغربي المنتخب الشقيق اللي نشجعوه غدا إن شاء الله ضد المنتخب البرتغالي. من هو الفريق اللي راح تشجعوه غدا، وشكون اللي تشوف يعني قادر باش يفوز غدا باللقاء رغم صعوبة المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الشعب الجزائري كامل يوقف مع الشقيق الفريق المغربي، لأنه فريق عربي الوحيد اللي تأهل للربع النهائي. الشعوب العربية نعتقد بأن الشعوب العربية والإسلامية راح تساند الفريق المغربي الشقيق، وإحنا ماذا بينا شرف كبير بأنه أن الفريق المغربي عنده لاعبين أقوياء، لاعبين يلعبوا في مختلف البطولات الأوروبية، وكذلك المنتخب المحلي يعني في الفرق المحلية. ولكن فريق منظم، فريق كبير عنده لاعبين ممتازين، حارس ممتاز. احنا كامل الشعب الجزائري كامل راح نساند الفريق المغربي ان شاء الله بدون عاطفه. شكون الفريق اللي راه يفوز، الفريق المغربي او الفريق البرتغالي؟ انا اعتقد بان يعني حظوظ الفريقين يعني متكافئه، واللي يعني يتحكم في الاعصاب نتاعو هو الفريق اللي راح يفوز. النهائي شكون الفريقين اللي تشوفهم قادرين باش يوصلوا النهائي؟ يعني الفريق اللي يوصلوا للنهائي انا اعتقد بان الفريق الفرنسي والفريق البرازيلي. وشكون اللي راح يفوز؟ الخبره هي اللي تفوز. شكون الفريق المغربي، الفريق البرازيلي او الفريق اعتقد الفريق الفرنسي. بارك الله فيك. يعطيك الصحه.